إذا متابعينا الكرام، كما تعلمون يوم أمس بدأ هناك انقلاب عسكري في النيجر من طرف الحرس الرئاسي الذين قاموا بمحاصرة الرئيس داخل قصره، ولمدة 24 ساعة كانت هناك العديد من السيناريوهات المرتقبة. لكن صباح اليوم متابعينا الكرام أعلن الجيش بشكل رسمي عن انضمامه للانقلاب، وتم الإعلان عن طريق هذا المشهد اللي كتشوفوه الآن أمامكم على الشاشة من طرف التلفزيون الرسمي في النيجر عن الإطاحة بالرئيس، غلق الحدود، وبطبيعة الحال مجموعة من القرارات الأخرى. كل هذه المسائل متابعينا الكرام، لاحظوا معي أيضا على أنه يوم أمس كانت هناك عدة بيانات ديال نظام حظيرة الجزائر بشكل هستيري. دائما كنقول لكم شوفوا فقط ردة الفعل ديال نظام حظيرة الجزائر باش تعرفوا عمق الصفعة والصاعقة اللي نزلت على نظام الحظيرة. علاش كنقول لكم هذا الشيء؟ لأن الرئيس المخلوع في دولة النيجر كان مدعوما من طرف نظام حظيرة الجزائر وممولا من طرف نظام حظيرة الجزائر، مولوه في الانتخابات، مولوه في مجموعة من الأمور، وبالتالي كان يعتبر مواليا لنظام حظيرة الجزائر، حتى وإن كانت النيجر لا تعترف بمرتزقة البوليزاريو. لكن بما أنها دولة حدودية مع نظام حظيرة الجزائر فهم كانوا يعولون على أن الأموال ديالهم غادي تستعمل القيادة أو الرئاسة ديال هذا البلد. لكن متابعينا الكرام، بعد الانقلاب منذ الساعات الأولى ديال الانقلاب صدرت عدة بيانات من نظام حظيرة الجزائر بشكل هستيري. تخيلوا معايا متابعينا الكرام، نظام حظيرة الجزائر كيشوفوا المئات الملايين ديال الدولارات تذهب هباء مع الانقلاب الذي كان في النيجر، فقد دعموا هذا الرئيس بأموال طائلة. وبالمناسبة هذا الرئيس هو موالي لفرنسا بشكل كبير جدا، ونظام حظيرة الجزائر بشكل كبير جدا، لأن فرنسا وابنها اللا شرعي اللي هي حظيرة الجزائر بطبيعة الحال كيتفقوا في كل شيء، بعض المرات كيديروا بعض المسرحيات فقط لا غير. فنظام حظيرة الجزائر متابعينا الكرام منذ يوم أمس يصدر في بيانات هستيرية ويدعو لإلغاء الانقلاب ومنع الانقلاب ومجموعة من الأمور الأخرى. لكن الانقلاب نجح، ومئات الملايين ديال الدولارات يا نظام حظيرة الجزائر اللي صرفتيها على هذا الرئيس ذهبت أدراج الرياح. وأدعو مجددا البوصبعي، الفقروري، المستحمر، الجزائري، مخلوقات الأوركس باش يشوفوا الأموال ديالهم أين تضيع. فبطبيعة الحال نظام حظيرة الجزائر لم يصرف هذه الأموال حبا في هذا الرئيس أو حبا في النيجر، بل صرفوها ضد المغرب حتى يكون لهم رئيس في دولة إفريقية مواليا لهم ومواليا لمرتزقة البوليزاريو، مع العلم على أن النيجر لا تعترف بمرتزقة البوليزاريو. في نهاية المطاف جاء الانقلاب وبخر كل تلك الأموال التي ذهبت أدراج الرياح. على ذلك الشيء متابعينا الكرام، شفنا السعار اللي كان في نظام حظيرة الجزائر يوم أمس من خلال البيانات ديال ما يسمى بوزارة الخارجية ديال حظيرة الجزائر. متابعينا الكرام، سوف أوافيكم بالمزيد من التفاصيل في فيديوهات لاحقة.